السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة. الحلقة ديال اليوم مهمة وبزاف. غنهضروا على الألعاب التربوية. كيبانوا بساطين، ولكن الدراسات التربوية كتأكد على أن المفعول ديال هاد الألعاب كبير بزاف على الذكاء الطفل والتركيز ديالو، وحتى أيضا الشخصية ديالو. إلا كنتو كتظنوا على أن الألعاب غير تضييع ديال الوقت، في هاد الحلقة غتبدل لكم هاد الفكرة كاملة. واش سبق لكم شريتوا الألعاب لولادكم غاليين وفرح بها نهار ولا يومين، من بعد رماها وما بقاش بغا يلعب بيها؟ واش عمركم لاحظتوا على ان الاطفال ديالكم كيملوا بسرعه، ولكن منين كتعطيه لعبه بسيطه كيولي مركز فيها مده طويله؟ اليوم غنكتشفوا واحد السر تربوي مهم. ماشي الالعاب الغاليه اللي كتطور الذكاء ديال الطفل، ولكن نوع اللعبه اللي كنقدموا ليه هي اللي كتطور من الذكاء ديالو. في هذا الفيديو بالاعتماد على الدراسات العلميه غنهضروا على جوج ديال الالعاب ساهلين وبساطين وعندهم تأثير قوي على العقل، اللي هما لعبة ديال البوزل والعجين. إلا بغيتو تعرف علاش هاد الألعاب كتصنع فيه طفل ذكي وهادئ وقادر يتعلم، خليك معايا حتى لآخر الفيديو. أول حاجة غادي نفهمو علاش اللعب مهم للأطفال. العلم اليوم متفق على حاجة مهمة، هو أن اللعب ماشي مجرد ترفيه. اللعب هو طريقة طبيعية للتعلم عند الأطفال. وحسب علم حسب العالم النفسي السويسري المشهور في مجال نمو الطفل جون بياجي، أكد على أن الطفل ما كيتعلمش فقط بالكلام، ولكن بالتجربة والتطبيق. قسم النمو ديال الأطفال لمراحل، وكل مرحلة عندها طريقة التفكير الخاصة بها. والأبرز المفاهيم المشهور بها هذا العالم هو التعلم بالاكتشاف. الطفل خصو يكتشف باش يتعلم، والطفل يكتشف ويجرب ويحل مشاكل بوحدو. وهذا الطفل اللي كيركب البوزل كيجرب وكيصحح الغلط باش يوصل للحل النهائي. وهذا الشيء هو التعلم العلمي حسب جون بياجي اللي كيأكد عليه. وايضا غنشوفوا الطبيبه والمعلمه الايطاليه ماريا مونتيسوري، مؤسسه لطريقه مونتيسوري في التربيه، كانت مشهوره بفلسفتها. واحد المقوله كانت مشهوره فيها بزاف هي: ساعدني لافعلها بنفسي. الطفل كيتعلم الافضل من خلال الممارسه العلميه واللعب الحر. وركزت على الاستقلالية ديال الطفل وحرية الاختيار والتعلم الذاتي. والمثال هو العجين. مونتيسوري، الطفل كيشكل وكيعبر ويكتشف بلا ما حد يفرض عليه الطريقة ديال اللعب. غنمشيو لأول لعبة وهي البوز. كيف لاحظتوا في الفيديو، هذه هي لعبة البوزل، سهلة وبسيطة في التركيب. فقط كنركبوا القطع باش نكونوا الصورة الكاملة أو الشكل النهائي. والطفل هنا كيتعلم التفكير المنطقي والتركيز والصبر والإدراك المكاني. والدراسات تبتت على أن الأطفال اللي كيلعبوا لعبة ديال البوزل قدرتهم على حل المشاكل كتزاد، والتركيز والذاكرة البصرية كتقوى. وهذا الشيء كيبان حتى في الرياضيات لاحقا. الطفل كيولي كيفكر بطريقة منطقية، وكيولي عنده ذهن حسابي ورياضي.
كيف شفتوا في الفيديو اللعبة ديال العجين. بالعجين كيمكننا نشكلوا مجموعة ديال الأشكال مختلفة، والطفل كيتعلم من هاد اللعبة المهارات الحركية الدقيقة، حيتاش كيحرك لنا الأصابع ديالو، والإبداع والخيال والتنفيس على المشاعر. وعلم الأعصاب المعرفي كيبين وكيأكد على أن الأنشطة اليدوية كتنشط المناطق الدماغية المرتبطة بالتركيز واللغة والتفكير المنطقي. وبغيت نقول لكم بان ملي تعطيو الاطفال ديالكم هاد جوج ديال الالعاب فقط، رشدوهم ووجهوهم وشرحوا لهم بطريقه بسيطه، وخليوهم بوحديتهم وهما يتعلموا وهما يستمتعوا باللعبه، ومع المرافقه الذكيه والتشجيع بلا ما نتحكموا فيه ولا نبزوا عليه. وبغيت نقول لكم الخلاصة بأن العجين والبوزل ماشي ألعاب عادية، بل هي أدوات تربوية مدروسة علميا كيطوروا التفكير والإبداع والتركيز والمهارات الحركية. والمهم هو أن الطفل يستمتع ويتعلم في نفس الوقت. بغيتكم تقولوا لي في التعليقات شنو هما الالعاب اللي كتعجب الاطفال ديالكم، واش فايت لكم جربتوا ولا صنعتوا الالعاب مع وليداتكم في الدار. والى عجبكم الفيديو اعملوا لايك والاشتراك في القناة، وشاركوه مع الأمهات والآباء الآخرين اللي باغيين يطوروا الأطفال ديالهم بعناية. وغادي نحط لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي. مرحبا بكم، في اي استفسار او اي سؤال مرحبا بكم، وتواصلوا معايا فيه. ودائما في الاخير كيف كنقول لكم ديما، دمتم في رعاية الله انتم واطفالكم. الى اللقاء في حلقة جاية ان شاء الله.